بعد أن تفرق المسلمون في الأندلس وتشتتوا، اجتمع العلماء وبعثوا من ينادي بالمرابطين ويستغيث بهم لمساعدتهم ضد ألفونسو الذي قرر اجتياح الأندلس المسلمة. وحين تم عبور جيش المرابطين إلى الأندلس، أرسل يوسف بن تاشفين برسالة إلى ألفونسو السادس يقول له فيها: بلغنا يا ألفونس أنك دعوت إلى الاجتماع بنا، وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا، فقد عبرنا إليك، وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة بيننا وبينك، وسترى نتيجة دعائك. وتذكر: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.